بصوا يا جماعة، الموقف ده غريب جدا. الراجل ده كان راكب تاكسي مع ست كانت شغالة سواقة على التاكسي ده. الست ديت شغالة سواقة عليه، وحصل معاها موقف يعني مش هصدقوا اللي حصل معاها من الراجل اللي هي بتوصله المشوار ده. بعد ما وصلت الراجل المشوار اللي هو عايزه، فالراجل افتكر ان هو نسي حاجة بعد ما وصلته للمكان بتاعه اللي هو عايزه. افتكر ان هو نسي حاجة مهمة جدا في المكان اللي هو سابه. فبيقول لها ارجعي، انا نسيت حاجة مهمة جدا، عايز ايه اروح اجيبها. لكن هي للأسف ما قالت له لا، مش هينفع ان انا ارجع، لان انا ايه مرتبطة بمشاوير تانية. فهو كان مصمم ان هي ترجعه المكان تاني، وهي مصممة على رأيها ان هي مش هينفع ان هي ترجع لانها مرتبطة بمواعيد. فحصل منه موقف هتشوفوه دلوقتي. رد فعله كان مش متوقع للست السواقة دي، وهي ما كانش متوقعة ان هو ممكن يعمل معاها الموقف زي ما احنا شايفين كده. بدأ ان هو يهاجمها ويوقف العربية، وزي ما احنا شايفين كده عمل المنظر القذر ده عليها فيها، وكمان ما ادهاش الفلوس وهاجمها وشتمها ونزل من العربية. اما بالنسبة بقى للمقطع ده، كان من اصعب المواقف وابشع الحوادث اللي ممكن تحصل. القصة بدأت لما ست اوكرانية كانت راكبة القطر عادي بشكل طبيعي زي اي حد مسافر، وما كانش في اي حاجة بتدل ان الرحلة هتنتهي بالشكل المأساوي ده. وفجأة راجل كان موجود في نفس القطر قرب منها، ومن غير اي مقدمات يعني طلع سكينة وهاجمها بشكل مفاجئ. الناس اللي حواليهم اصطدموا جدا، لان الهجوم حصل بسرعة ومحدش كان متوقع ان واحد يعتدي على حد بالشكل ده وسط الركاب. في اللحظات الاولى الركاب حاولوا يبعدوا المهاجم ويمنعوه يكمل اعتداؤه على الست، وفي ناس اتصلت بالطوارئ على طول، وبعد دقايق وصلت الشرطة والاسعاف. لكن للأسف كانت السيدة اتعرضت لإصابات خطيرة جدا ولم تتمكن من النجاة. اما الجاني طبعا تم القبض عليه بعد الحادث مباشرة، وبدأت السلطات تحقق معاه عشان تعرف سبب الجريمة ودوافعها الحقيقية. القضية أثارت صدمة كبيرة، لأن الجريمة وقعت في مكان عام مليان ناس، والمفروض أنه مكان آمن للمسافرين. طبعا الواقعة دي كانت تذكير بس ان الحوادث العنيفة ممكن تحصل في اي مكان، وان سرعة تدخل الموجودين وابلاغ الشرطة بتساعد في الحد من الخطر، حتى لو للأسف ما قدرناش نمنع وقوع المأساة بالكامل.